السلام عليكم. بدون اي تفاصيل وبدون اي مقدمات خالص، مش محتاجينها النهارده. احنا كفايه علينا المسرحيه الجميله اللي احنا شفناها النهارده في مباراه نادي الزمالك وبيراميدز. كانت مسرحيه مكتمله الاركان، وبغض النظر والله ان ده مستوى اكبر قلعه رياضيه في مصر، وده مستوى نادي الزمالك الفني الحقيقي. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه. الناس دي بتلعب على قد امكانياتها، ده حقيقي، وده حقيقتهم، وده تمامهم. دي اخرهم فعلا فنيا، ده اخرهم، ودي امكانياتهم الحقيقيه، امكانياتهم الفعليه هي دي صراحه. وكلنا كنا عارفين ومتاكدين ان بيراميدز هيفوز، عنده دوافع انه يكسب عشان يستمر في المنافسه على بطولة الدوري. وما ننساش ان بيراميدز نفسه لسعهم 3 في الدور الاول بكامل نجومهم، وكان معاهم احمد السيد زيزو في الدور الاول ووكيلهم 3 مع الرأفة، ما عندناش اي مشكلة خالص. ولكن ان انت تفقد الشغف في ناديك وتشوف ناديك بيخسر وتبقى مبسوط، لا، انا ما اسمعش صوتك تاني، ما اسمعش صوتك ولا سنظل اوفياء ولا الكلام الفاضي ده. بغض النظر ان احنا عارفين ان كل دي اكاذيب اساسا وشويه كلام بتضحكوا بيه على عقليات المشجعين بتوعكم. ولكن ان انا اشوف صفحاتكم وناس بلوجرات وناس يوتيوبرز عندكم فرحانين ومبسوطين ان انت اتغلبت من بيراميدز نكاية ومكايدة بس في النادي الاهلي، لا، انت تقعد بقى تستنى كده دورك ككومبارس تالت وتشوف مين اللي دخل خد مكانك. انت مش مكسوف من نفسك وانت شايف فرقتين اتنين بينافسوا بعض، وانت مالكش اي لازمه غير ان انت مجرد تحصيل حاصل، ان انت هتفيد الفرقتين في كلتا الحالات، ان انت لو اتغلبت هتكمل في الكونفدراليه بتاع البط الكيني والكلوتات الاثيوبي ومش عارف اللباس البولندي مش عارف ايه، شويه اسماء غريبه والله انا ما اعرفهمش. يعني هم شويه حاجات غريبه. طبعا الرواندي مش البولندي البولندي اوروبي طبعا يعني. انما انت مش مكسوف من نفسك، ان انت عارف ان انت لو اتغلبت هتروح كونفدراليه للسنه الثالثه على التوالي. طب انا عايز اقول لك معلومه يمكن انت مش واخد بالك منها عزيزي مشجع زيزي. عارف اخر دوري ابطال انت وصلت له كان مين السبب ان انت توصل دوري ابطال؟ فاكر كان مين السبب ان انت توصل دوري ابطال؟ وكان في مباراه مع بيراميدز وكان هو حسم الدوري والمفروض يريح لعيبته وكل حاجه، وقال لك هيلعب بالناشئين علشان يريح، وانت ساعتها قلت اهوت هيفوته وبتاع. نزل الماتش ده عمل واحده من امتع ماتشاته وتعادل وخلاك تروح دوري الابطال. طبعا عارف مين ده؟ لان ده سيد الكل. ده عارف ان هو عنده لما بتقول الاهلي عارف يعني ايه روح الفانيلا، عارف يعني ايه قيمه الفانيلا. مش هبيع نفسي. وايه الكابتن بتاعكم؟ ايه عواد اللي انتوا كنتوا بتنادوا بيه جون المنتخب الاول ده؟ يعني ده كان هيبقى حارس مصر الاول من اي ناحيه او من اي اتجاه. لا، وكانوا بيلوموا المدربين ان هو ما بياخدوهوش في المنتخب، وكانوا بينادوا بيه حارس مصر الاول وان هو مظلوم. ايه رايك دلوقتي؟ شفت عواد ايه اللي كان بيعمله؟ انا اول ما انا اشوف مره يعني على سبيل المثال شفت جوان كتير، الكرة تخش ما بين رجليه عادي مفيش مشكلة، يجي يعمل 7 زي الكابتن بسام تتقطع منه وتخش جون عادي، يحطها الفيرود مفيش مشكلة. يجي كرة راجعه له بقوة شوية ما يعرفش يسيطر عليها تعدي ماشي عادي. انما اول مرة اشوف جون بيصد بلوزه، اول مرة اشوف جون بيصد بحنجرته، والكرة مش قوية، ده الكرة عرضية مش شوطة مثلا الراجل معرضها، يعني هو لو لمسها بايده كده حتى الكورنر طلعها على اي جنب مفيش مشكلة. انما انت كنت عايز تعمل ايه؟ انت كنت عايز تستلم يعني وتروح من الجول للجون، ولا انت ايه؟ طيب ماشي، دي مش هنتجنى عليك، ممكن تحصل كرة ساخنه ولا حاجه عادي مفيش مشكله. بعدها بشويه كده طالع في كرة مشتركه المفروض في 18 يطلع الجون. انت ربنا يعني سبحانه وتعالى مديك ميزه، والقانون مديك ميزه ان انت تقدر تمسك الكرة بايديك لو في 100 واحد جنبك، انت هتطلع تمسكها عادي جدا او تخبطها بالبوكس على جنب عادي مفيش مشكله. ده لا مسكها في المره الاولى ولا مسكها في المره الثانيه، لا، والمشكله ان هو عمل كده يعني جاي يمسك عمل كده، يعني الحركه دي مغزاها ان في حاجه حصلت من الاثنين دول. هقولها لك بصراحه يا كابتن عواد يعني بامانه والله، يا اما حد من بيراميدز لا مؤاخذه في الكلمه يعني ايديه لمست حته حساسه عندك
يا اما حد ظرفك. مش هعرف اجملها يعني، لانك بصراحه تستاهل. يا انت اتظرفت، يا حد من بيراميدز تطول على حته في جسمك. يعني دي ملهاش حل عندي، والله ملهاش حل. هو يا اما انت حد لا مؤاخذه، يا اما حد لمسك من بتوع بيراميدز عشان ان انت تعمل كده. في حارس مرمى الكره مش عارف يمسكها المره الاولى والمره الثانيه. ايه يا عم، في ايه يا عم؟ مش كده يا عم، داريها شويه يا عم، ما تبقاش مفضوحه قوي كده. ولك عواد باع ارضه، ده باع ارضه وباع شرفه وباع كل حاجه. ده انت جنب عواد الحقيقي، عواد الحقيقي جنبك مسرحيه كوميديه والله. على الاقل باع ارضه كان في زنقه على حسب ما اتحكى لنا يعني. انما انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ مش كده يا عم، مش كده. طيب نيجي طب في هجمه لمروان حمدي انفراد. مروان حمدي استلم الكره وجنح بيها وحطها بره. هو طالع يزعق، وانا عارف ان هو طالع يزعق، راجل غيور على مرماه، بس طالع يزعق لمروان. انت ازاي تضيع دي؟ ولو طلع يزعق لمدافع الزمالك يبقى طلع يزعق له ان له ضايق مروان ان هو ما يحطهاش. يعني هو عواد في كلتا الحالتين طالع يا اما بيزعق لمروان ان هو ما حطهاش كويس او ما ركزش، يا اما طالع يعني يعاتب مدافع الزمالك ان هو دخل على مروان فضايقه فما عرفش يحطها كويس. ده يعني ده التفسير الوحيد ليا ان هو طالع يزعق. انت تنيلت حاجه في الماتش عشان طالع تزعق وتعمل حارس مرمى؟ ايه يا عم ده يا عم؟ مش كده، مش كده يا جماعه، مش كده والله. انا ما يهمنيش والله بيراميدز يكسب 7 8 9 10. انا الامور في ايدي خلاص، ما عنديش ادنى مشكله. ادام الامور في ايدي خلاص، انا اللي حاسب نفسي. لو قصرت يبقى انا المقصر في حق نفسي. انما ادام الامر في ايدي، انا اكسب الماتشين انا بطل الدوري. خلصت بالنسبه لي، اكسب الماتشين انا بطل الدوري. بغض النظر بقى ان انت تقعد تتفرج وتبقى هفق وكومبارس وملكش لازمه. لا لا، انا ما شفتش مشجعين لنادي فرحانين وطالعين يتباهوا بلاعيبتهم ان هم خسروا من فريق بينافس فريق تاني على الدوري وهم قاعدين ما لهمش اي 30 لازمه، مجرد تحصيل حاصل. عمرك شفت، على راي الاستاذ احمد زكي المبدع طبعا لما كان، عمرك شفت وساخه اكتر من كده؟ انت ما تهمنيش، انت عارف ان انت ما تهمنيش، ولا الاهلي بيبص لك ولا حطك في دماغه. بس عشان لما نيجي نقول لك ان انت تفويته ومشهور بكده ما تبقاش تجادل، تبقى عارف. وبرضه يا عم احنا هنقول لك ان انت ما فوتش وده مستواك، وانا مش بلومك ان ده مستواك، ده مستواك فعليا، انت مش اكتر من كده، وده كبيرك وده تمامك وده اخرك. السلام عليكم.